لو أنا وأنتم قمنا قبل الفجر بربع ساعة 20 دقيقة، ما الذي سيكتب لنا؟ واحد، إيش يا أبو عثمان؟ مستغفرين بالأسحار، مدحهم ربي. 2، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. 3، ندخل في الآية اللي قالها الشيخ: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كلها بس وجاهد، اضغط على نفسك، بدل ما تحط الآن الأذان الساعة أو تحطين يا بنتي. بعض النساء لا، ما تحطه بعد على الأذان، تقول لك خلاص أنا أحطه على 5:30، أحط الساعة على 6، ما دام 6:30 خلاص يمديني 6. جميل، ما حد قال لك لا، أنت ما زلتي في الوقت، بس خسرتي أشياء كثيرة. بدل 6:30 اضغطي على نفسك، خليها 4:30. إذا لابد من المجاهدة. كون ربي يبعثك يوم القيامة مقام محمود، وكون يعطيك هذا الأجر العظيم في قيام الليل، ويكتبك المستغفرين بالأسحار، ويمدحك لأنك تتجافى جنوبك عن المضاجع، هذا مو بسيط. أصلي الفجر، أقوم أتوضأ، اللي الله عادي يقسم لي، إن كنت ما أوترت أوتر، وإن كنت موتر أخاف ما أقوم أصلي ركعتين طوال إلى قريب يؤذن، وأستغفر في دقيقة دقيقتين، واستمع ورد مع المؤذن. إذا كنت أنا رجل أطلع قبل عشان تكتب لي أني جاي بدري، إذا أنا مرأة أكمل أرد مع المؤذن، أفتح الشباك حق غرفة النوم عشان أسمع الأذان، أو أقعد في البلكونة، أو أقعد في مكان أسمع فيه الأذان وأرد مع المؤذن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رد مع المؤذن دخل الجنة. ومن قال حين يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله فقال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ومحمدا رسولا بالإسلام دينا، أو رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم رسول النبي، 2 واردات، غفر له ما تقدم من ذنبه، وإن دعا أجيبت دعوته بعد الأذان. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، أخذ أجر الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحلت له شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أجور كثيرة، ليش أفرط فيها؟ تحتاج ماذا؟ تحتاج مجاهدة، اغصب نفسك وتسلك، تصير مطمئنة، تصير مثل طفل. شفتوا الولاد الصغير هذا اللي توه مولود، وش يدور رضاعة، حليب أمه بس، فاتح فمه كذا، نفس الشيء، كأن هذا طعام لك. اضغط على نفسك بعد ما تصلي الفجر. إذا الله سبحانه وتعالى أعانك وأعانك وجلست إلى الشروق، جميل، تسبح وتهلل مع المسلمين. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عند مسلم كان إذا صلى الفجر تربع في مكانه حتى تصفر الشمس. هناك حديث العبادة بن الصامت صحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعتين، غير حديث أنس. حديث أنس اللي عند الترمذي، وقال الترمذي أنه غريب، أنه من جلس حتى الشروق فصلى ركعتين له أجر حجة تامة تامة تامة. فالذين يضعفون وماسكين حديث أنس، نقول في أحاديث أخرى غير أحاديث أنس تتكلم، بعضها صحيح بعضها حسن لغيره. وإذا كانت هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سواها، بصرف النظر فيها حجة تامة ولا لا، فيكفي صلاة الملائكة وتسليمهم واستغفارهم لك وأنت جالس، ويكفي أنك تسبح مع من يسبح ويثني الله عليك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. لا يمكن أن تسبح على المخدة. ممكن تسبح على المخدة أبو عثمان؟ نعم. تنام. إيه صح، تنام. فرق بين واحد. لا بس بتقوم شوية. فلذا اجلس حتى لو تنعس شوي، إذا تنعسين أو تنعس قم واقف شوي، سبح وهلل وقعد ثانية، وهكذا إلى أن ترتفع الشمس وتصلي ركعتين. والله حتى لو أني أنا أرى أن ما في الأحاديث
ما في كل الأحاديث ضعيفة في قضية الركعتين. هل أنا لو سويت ركعتين خالفت السنة؟ لا، أنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس. طيب جاء أليس هذا وقت صلاة ضحى؟ إلا أصلي ركعتين. ليش أحرم نفسي؟ ليش أقول لا ما في؟ أعرف واحد من الأخوة يجلس وإذا أشرقت الشمس وبعد شوي مشى صلى ركعتين، قال لا ما في، الحديث ضعيف. مع أن قلت لكم في حديث ثاني صحيح عند الألباني غير الحديث، حديث أنس اللي عند الترمذي وقال الألباني عنه أنه حسن لغيره، وحديث ثالث أيضا عند الألباني قال عليه أنه حسن لغيره يعضد حديث أنس. أئمة حديث قالوا هذا صحيح وهذا ضعيف وفيه أجر، أخذ الأجر، أدخل في الأجر. بعدين أنا جالس ليش؟ الأمر الثالث أضغط على نفسي في الضحى. الأمر الرابع إذا جت صلاة الظهر أصلي 4 طويلة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يطيل في ركوعها وسجودها وقيامها. إذا أنا في مسجد والمسجد 20 دقيقة أحطها 10 ما يمكن 10 ما 9 8 دقائق اللي يبقى لي من الوقت بعد ما أرد مع الأذان والمؤذن. إذا أنا مرأة بالعكس أنا عندي فسح أكثر، أصلي 10 12 دقيقة كل ركعتين. تقول أمسك المصحف وأقرأ؟ امسك المصحف واقرأي اللي تبين ما دام انه نفل. هل ال4 هذه نفس سنن الرواتب ولا 4 و4؟ لا، دخليها في كلش ب5 نوايا: 1 سنة للوضوء، 2 من الرواتب، 3 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، 4 أنها تفتح أبواب السماء. فلذا أبد انوي اللي تبين معها، جمع النوايا كلها وتمتعي مع رب العالمين في روضة من رياضه تصلين. يا أبنائي يا أخواني، التمتع بالصلاة في هذا الوقت أبواب مفتحة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألت عنه قال إن أبواب السماء مفتحة، فلذا قال يعدلنا 4 من السحر، هذه ال5 اعتبريها 4 من السحر، 5 سنن راتبة: 4 قبل الظهر و4 قبل العصر، 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. من حافظ عليهن حرم جلد على النار. أبواب السماء مفتحة، يعدلنا 4 من السحر، 5 4 من الرواتب. أكون أنا كيس فطن. ثم تجي العصر ونبوكم وأدخل طبعا وأصلي 4 بعد الظهر. وإن أردت إذا كنت أنا مرأة في بيتي وما عندي أموري ذا وشغالتي جاهزة وأنتظر زوجي، أقرأ قرآن إلى أن يجي الزوج وأتغدى أنا وياه. تقول إذا طبخت الأكل هل أنويه أجر بعد ولا كيف؟ هذا من أعظم الأجور والنبوت، خاصة إذا كان فطور أو سحور الناس. يعني أقصد إذا كان مثلا زوجك أنت وياه صايمين نفل، فهذا من أعظم الأجور. وغير كذا خدمتك في بيتك هذه عبادة. إذا كان الزوج عمل في خارج بيته عشان يأتي بالرزق عبادة، فأنت عبادة وإحسان منك لهم ولزوج وعلى زوجك، وصدقة منك بوقتك وجهدك عليهم، خدمتك لعيالك، صرفك على عيال. أم سلمة جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إني قائمة بعيالي، بعيال أبي سلمة وهم عيالي، ألي فيهم أجر؟ قال: نعم لك فيهم صدقة، فأنت على خير، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جاء المغرب نفس الشيء، إذا كنت مرأة تدخلين قبل تنتبهين، أو أن الرجل ينتبه أنه الصلاة قبل المغرب ب10 دقائق أو 9 دقائق هذا وقت تحريم ولا يجوز. فإذا كان رجل ودخل المسجد إما يدور أو يجلس على مرتفع حتى يؤذن ويصلي. أيضا في العصر
قبل أقصد المغرب بربع ساعة 20 دقيقة تتوضين وتدخل المصلى تقولين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة. تدرين وش لت؟ 100 الأولى كأنك تصدقت ب100 ناقة، حمل 100 ناقة، الحمد لله ب100 فرس، لا إله إلا الله تملأ بين السماوات والأرض، الله أكبر كأنك اعتقت 100 رقبة. أجور عظيمة. بس يجب أن نضبط أنفسنا ولا تكلف ولا تأخذ وقت. لو أنا بسأل يا بنتي أنت اللي تناظريني الحين قبل المغرب بربع ساعة ب20 دقيقة وش تسوين؟ تقول ألعب في الواتساب. تلعب على الواتساب. حلو جميل. أنا ما أقول لك نلعبي قبل المغرب ب20 دقيقة سكي الواتساب توضي وقعد ادخلي مصلاك. شوفي الأجور اللي فيها. لا نقول أذكار المساء قليلتها العصر، أو إذا ما قلتي أذكار المساء تقولين أذكار، لكن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قبل الأذان المغرب. هذا وقت الله سبحانه وتعالى امتدح الرسل فيه وامتدح العالم وامتدح الأمة كلها أنه يسبحون قبل العشي والإبكار وقبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وهي مدعاة للراحة. طيب إذا كنت أجهز القهوة والشاي للضيوف هل أقدر أقول وأنا أشتغل؟ نعم، إذا كنت تجهز الشاي، إذا كنت تصب، إذا كنت سبح. مشايخنا إذا شفتهم وهو يسمع الإجابة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله بينه وبين نفسه، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويسمع الإجابة. أو في مجلس. تقول برضو عيالي صغار ما أقدر أقول هل وأنا أشتغل نفس الشيء؟ نعم أنا أبوس حتى وأنا أنظف ولدي في خارج دورة المياه نفس الشيء، أشغل نفسي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وهي مفتاح من مفاتيح الخير. تخيل وأنا أبوك يعني هذه العبادة، هذا اللي أنا أقول لكم نبيها. من يقول لي الآن أنه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله قبل رجلا كان وامرأة قبل الأذان المغرب ب10 دقائق سيكون إن شاء الله إما في المسجد أو إذا كانت مرأة في مصلاها، وينشغل بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأذكار المساء. بسم الله من يقول اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم يا أرحم الراحمين. من عزم على هذا اللهم يا رب ارضى عنه بما يرضيه وتوله بما وكن معه في الدنيا والآخرة. اللهم يا ربي يا كريم ارفع قدره يسر أمره اشرح صدره اعلي ذكره أعنه في دينه ودنياه. ربي ضاعف له ما سمعت منه وثبته عليها إلى أن يلقاك اللهم آمين. وأطل في عمره وأرزقه من حيث لا يحتسب رزقا عظيما مباركا فيه. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. اتفقنا؟ كثير يكتبوا إيه. واحد يقول هنا يقول يا شيخ الصلاة وجميع الذكر ثقيلة علي وأنا أتألم من حالي. طيب وأنا أبوك وش أسوي؟ ما في حل وأنا أبوك. تحسب أنها هي ثقيلة علينا؟ أيضا ثقيلة علينا، ثقيلة مرة، لكن لابد أننا نسويها. لكن قل لي وأنا أبوك أنت ما زلت معي، إيش اللي يضرك لو تضغط على نفسك 20 دقيقة كل يوم، 25 دقيقة 15 دقيقة قبل المغرب تجي تعاهد نفسك وتضغط نفسك وتجي. رد علي وأنا أبوك. واحدة تقول ثانية تقول أنا كانت ثقيلة علي فعلا، لكن طبقت اللي ذكر الدكتور من أنه ألزم نفسي بطاعات، فصرت أقرأ البقرة كل يوم والحين الحمد لله تغيرت. تغيرين لأن البقرة بركة. لكن نرجع لولدي اللي يقول الطاعات ثقيلة علي، وش قلت وأنا أبوك؟ يعني لو أنت جيت وضغطت على نفسك توضيت قبل الأذان ب20 دقيقة ورحت المسجد، وصلت المسجد 14 باقي على الأذان 15،
صليت ركعتين وقعدت تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى أن يؤذن، إيش اللي بتخسر؟ قل لي وأنا أبوك، أنا منتظر منك رد وأنا أبوك، رد أنا حشتها. في بعضهم كتبوا إن شاء الله أنا طيب لابد وأنا أبوكم نضغط على أنفسنا. طيب خلصنا هذه، بعد المغرب صلينا المغرب، بين المغرب والعشاء تصفى ساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لأصحابه منقطع نفسه يركض، قال لهم ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا ننتظر العشاء. قال أالله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال لم أستحلفكم يعني مكذبا لكم، ولكن جبريل أتاني قال إن ربي ينظر لأناس في المسجد انتهوا من صلاة ينتظرون الصلاة يباهي بهم الملائكة. فلذا لابد أن يكون لك بين الفينة والفينة مكوث في المسجد. جميل أنك تجلس على طول، ما أقول لا، لكن لا، عندك شغل، بتروح تسولف مع أهلك وزوجك، تبي تقعد، اقعد مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع، اجلس بين المغرب والعشاء. بنتي أنت اللي في بيتك رتبي أمورك، خلي عيالك ذا، يكون مثلا زوجك مهم موجود، يكون كذا، اقعدي في مصلاكي بين المغرب والعشاء، اقرأي قرآن، سبحي وهللي، جوالك توديه هناك بعيد عشان ما تناظرين الواتساب ولا تردين على أحد. فننتبه، لا يشغلنا التليفون والواتساب واليوتيوب، جميل وفي سعة صدر، أنا لا أنكر، بس أيضا لابد أن أخذ شيء في الآخرة لي. إن جلست كل يوم جميل، ما جلست على الأقل كل يومين ثلاثة أجلس. جاني طارئ ولا أي شيء ما ممكن أقوم، أنا ماني في صلاة، في أقصد في فرض، جاني طارئ قمت إذا أنا رجل أو امرأة. لكن مهم إني ما أرد على الجوالات. مثلا إذا كان زوجي أو زوجتي أقول لهم ترى أنا بصير في المسجد، أو زوجي إذا امرأة أنا ترى بقعد مصلى جزاك الله خير، إذا لو اتصلت بما رديت عليك ترى أنا في المصلى، خلاص أوبد نفسي. حتى لو جبت عيالي عندي ما يضر إذا كانوا صغار، إذا كانوا ملتهين في واتساب أقصد في سوني وماعوني وبوني والأشياء ذي، الله يحفظهم ويحميهم. لذا ما الذي أنا أسأل سؤال بناتي الآن، إيش اللي بيكلفني أنا لما أكون امرأة أصلي المغرب وسبح وهلل وأصلي سنة المغرب وأجلس أنتظر العشاء؟ ما الذي يتعبني؟ قولوا لي، أحد يرد علي. كلهم يقولون ما في تعب. واحدة تقول طيب إذا كنت بجلس مع أمي تتقهوى بعد المغرب وبخلي الجلسة هذه بعد العشاء. ممتازة كذا. أنت ما لا بتقولي لأمك يما حطي مصلاة جنبي وأيضا نصلي حثي أمك على ذا، وهذا وقت فضيل، وقت الله لما فعلوه الصحابة الله نظر إليهم انتظار الصلاة. غير كذا أن الملائكة تسلم عليك وتستغفر لك إلى أن تأتي الصلاة الثانية وأنت في صلاة. الحين أنت بعد ما خلصت المغرب مثلا 6 والعشاء يذن 7، أنت من 6 إلى 7 في صلاة العشاء داخلة، أنت منتهية، تأخذين أجر هذا كله، غير الصلاة، صلاة الملائكة، غير الاستغفار الملائكة، غير أنت بتسبحين وتهلين أو تقرين قرآن، أجور كثيرة. والله إن حنا يعني بس لو عندنا كيسين فطنين كان شلنا أشياء عظيمة. رحمة ربي واسعة. واحدة تقول ما يتعبني شيء بس عندي بنات صغار أكبرهم 4 سنوات. ما يضر، حطيهم جنبك ونفوس، وإن كان مثلا في رضعة في شيء جيبها وحط، جهزي نفسك من قبل. وحتى لو قمتي مثلا واحدة منهم تبي دورة المياه أو تبي أي شيء أو تبي عارض، ما في مشكلة. النية أنا بقعد في المصلى، بنتي احتاجت دورة المياه، أروح الدورة وارجع بها وأقعد في المصلى مرة ثانية. واحد يقول هذه جمعة الأخوان والأخوات فما أقدر يعني المغرب، فأنا بخليها بعد العشاء.
ما في مشكلة. جميل. كل يوم جمعتكم حقت الأخوان والأخوات؟ يقول هذا المعتاد عندنا. لا أقصد يقول يجون عندنا في البيت وأنا يعني في البيت معهم. ما في مشكلة، أنت مأجورة، هذا أجر عظيم. بعد خلي قصدك تقولين الساعة ذي بحطها بعد العشاء، جميل. اللي يجي أي شيء تبذلونه لله سبحانه وتعالى جميل. وأنت إذا قعدت في مصلاك بعد العشاء ساعة، ترى الملائكة تصلي وتسلم عليك لا أن تقومين أو تحدثين. ترى احنا يعني زي ما قالت لبنتي ما عندنا شيخ، بس شوف الواتساب ممدين عليه. يعني إذا العشاء احنا نصلي الآن 7، إذا مثلا أنت في بيتك صليتي 7:10 7:15 7:30 وجلستي إلين 8:30، حندس من 8:30 إلين 12. إن بغيتي واتساب، إن بغيتي تلفزيون، إن بغيتي تليفون، إن بغيتي تروحين تسيرين على أحد، إن بغيتي تروحين كافيه، إن بغيتي تروحين اللي تبي. تقول أنا أحيانا أبي أجاهد نفسي وتكون الطاعة علي ثقيلة، بعدين يجيني الشيطان يقول دامك تجاهدين نفسك أنت تدخلين في قول الله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى وآيات منافقين. هذه ما هي بلسان أبوس، هذه الآية ليس لك، هذه للمنافقين وما عند. وأنت وأمثالك من الطيبين ما أنت منافق. المنافق وش هو؟ الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. أنت كذا، أنت كافرة، ما أنت بكافرة، أنت مسلمة بفضل الله سبحانه وتعالى. فلذا أنا أقول وأنا أبوكم نحن في هذه المرحلة هي مرحلة الجهاد، غصب النفس، غصب البدن، أقعده غصب عليك. بعدين زي ما قالت بنتي مجرد الثانية، مجرد أني خلاص أستمر عليه يروح. إذا أنا أقدر أجلس بين المغرب والعشاء كان بها، إذا ممكن أني أغير أني أتقهوى مع أمي أو أتقهوى مع أخواني، إذا لا مثل ما قالت بنتي عندنا يجون أخواني من برا ويجون ناس ويجون، هذا أمر عظيم وأجر عظيم، جمعة مباركة ومن أعظم، وهي عبادة. وحطي في بالك ونبوتس الآن اللي أنت كذا أن تودس أن تجلسين، لكن لهذا السبب رحتي فتجمعين بين الأجرين، جلستي مع أخوانك وأخذتي أجر الجلوس بالنية وأنت ودس تجلسين. لذا إذا كنت في أي مثلا مسافرين ولا شيء اجلسي، فهمتي؟ ردي علي إذا فهمتي. فاجمعيها الثنتين، أنا ودي أجلس بس عشان أخواني بروح لعبادة أخرى، فأنا أفر من الله إلى إيش؟ إلى الله. جميل أنك تفر من الله إلى الله، ما أترك طاعة إلا أنا رايح طاعة ثانية. بعد العشاء وش نسوي؟ هي نفسها بنتي ولا واحدة ثانية؟ سألوني يعني الآن أنت وصلت المغرب العشاء بعد العشاء. طيب خلصنا. طيب خلصنا المغرب، خلصنا العشاء، صلينا العشاء. أيضا إذا للنساء وما عندك شغل واضح لا تستعجلين ونبوت، اقري الأذكار بعد الصلاة كلها. أذكار ما بعد الصلاة 23 ذكر موجودة في رياض الصالحين معظمها، وموجودة في الحصن المسلم، وموجودة في صحيح الترغيب والترهيب. اجمعيها وقوليها، واجلسي وسبحي وهللي. بعدين قومي صلي ركعتين. بعد ما صلينا الركعتين تصلين 7 من الصحابة رووا وهي موقوفة عليهم، 7 من الصحابة، عائشة رضي الله عنها وابن عباس وابن عمر أبو هريرة وابن مسعود واثنين نسيتهم، قالوا من صلى 4 خلف العشاء فكأنه صلاهن في ليلة قدر. فهمت ايش معنى كلامي؟ يعني واحد كل ليلة ممكن يكون بالنسبة له ليلة قدر، أن يصلي الأربعة هذه على حسب وقتك. تبي تصلين 10 دقائق، صلين 8 دقائق، صلين 20 دقيقة، صليهن نص ساعة، صليهن تأخذ المصحف وتقرأ في منه اللي تبي. أي سؤال في الأربعة دي؟ واحد سألني عن 4 لما ذكرت له بعد العشاء، قال 4 هن بما فيهم السنة ولا بغير السنة؟ يعني إذا خلص الفرض يصلي 4 ولا يتسنن أول وبعدين يصلي 4؟ أيوة، هذه القضية فيها خلاف، هل هن
يجزين عن السنة ولا ما يجزين؟ قالوا أنها تجزي عن السنة، يعني مرة تصلي 2 راتبة ومرة تصلي 4، يعني يوم تصلي 4 ويوم تصلي 2. وناس قالوا إنها من قيام الليل، فأنت ما لك دعوة، تعتبرها قيام ليل وتصلي الراتبة 2 وتصلي 4، وما قرأته من قرآن يعتبر مكتوب لك من قيام الليل. الثالث وهذا اللي أنا أرتاح له، أنه يقول لك طيب الركعتين هذه من السنن الرواتب وفيها حديث صحيح وصريح، ليش أنا أضيعها؟ بصلي الراتبة ثم بصلي بعدها 4، وهذا اللي أنا أرتاح له. طبعا ما في شيء حازم في هذه القضية. اللي أنا أسويه أصلي الراتبة كما هي وبعدها أصلي 4 بسلام واحد. واحد يقول الرسول يقول صلاة الليل مثنى مثنى، وأنت الآن تقول 4 في تسليمة واحدة. قيام الليل ما ورد فيه أن الإنسان يصلي 4 مع بعض، يا يصلي 5، يا يصلي 7، يا يصلي 9، يا يصلي 11، أو يصلي 2 2 2 2. هذا الموجود في قيام الليل صورته. المهم يغير ما يمسك عدد معين، أو يصلي 2 2 2 2 2 ثم يوتر بواحدة. هذه الصيغة وكلاهما ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك فيه. يقول أنا أخرج من الخلاف أصلي ركعتين، يقول بنية اللي أنت ذكرتها أنها تكون 4. أي ما في مشكلة، بس ابن مسعود كان يصليها 4. هل ابن مسعود رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما رآه؟ أنت بتصلي 2 2 ما في مشكلة، صلها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4، ما حددت هذه 4 يصليها منفردة ولا يصليها مع بعض. كان صلى الله عليه وسلم يصلي 4 قبل أن ينام، بس إنه ما ذكر فيها قيام إنها تعدل ليلة قدر. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يصلي 4 قبل أن ينام، يعني يخرج من العشاء ويجي يصلي 4 وينام. لكن ما ورد كيف يصليهم 4 مع بعض أو 2 2. على حسب علمي أن الحديث ما ذكر. الشيء الثاني، هذه 4 اللي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يصلي 4 قبل أن ينام، لم يذكر فيها أجر ليلة القدر. أجر ليلة القدر رواه الصحابة موقوفا عليهم، وفيه ابن مسعود قال كان يصليها 4 سردا من غير سلام. وضحت وين أبوك؟ تقول يعني نصلي السنة بعدين نصلي 4. نعم، هذا اللي أنا أسويه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 وينام. أنا بالنسبة لي قلت ماني مفرط في السنة، في الراتبة أصلي الراتبة، بعد ما أصلي الراتبة بشوي أصلي 4. واحد يقول التعلق بقيام الليل هل هو من المبالغة؟ يقول أنه متعلق تعلق شديد بقيام الليل، يقول لا، أن إذا ما صليت ضيق صدري ما فيها شيء. وأنا أبوك كانت واحدة من عجزنا الله يرحمها ويحسن إليها، إذا ما قامت الليل اليوم كله راسها في الأرض. يقولون لها ليش؟ قالت والله أستحي من ربي إني ما قمت الليل. يعني حتى لو فاتتك صليها الضحى، حتى لو فاتتك صليها الضحى. وأنا أبوك يعني صح إن أحزن عليها، أنا ما أقول لك لا تحزن، أنا أحزن والثاني أحزن، لأن اللي ضيعها يا تقصيرا مني من نفسي والشيطان، وما في سبب إلا أن الشيطان ضحك علي. نعم أحيانا إذا كنت تعبان، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان تعبان يوتر وينام، وإذا فاته قيام الليل صلاه ضحى. طيب ننتقل ما بعد العشاء. طيب بقي لنا أمر واحد وهو القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لهذا ونبوكم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قام في ليلة ب10 آيات 10 لم يكتب من الغافلين، ومن قام في ليلة ب100 آية كتب من القانتين، يعني كان صلى الليل كله. 100 آية يعني شلون؟ ممكن أنا لو أقرأ القيامة مع عمة مع سبح، هذه 100 آية، ما تجي 3 وجيه، أكتب من القانتين، كأني صليت الليل كله، كأني قمت الليل كله إذا أنا قريت 100 آية. ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. مقنطرين اختلف فيها،
أجر يعني لا يمكن أن يدركه العقل. قيل أن كل قنطار يوازي كمن أنفق مثل جبل أحد ذهب، لكنه أجر عظيم جدا. طيب كيف أصلي 1000 آية في اليوم؟ أصلي ممكن أقرأ جزء عامة وتبارك، جزء عامة وتبارك 993 آية، مع الفاتحة 7 كم، أو مع أي 10 آيات أخرى يكون كمل عندي 1000 آية. أصليهم في 4 ركعات، أصليهم في ركعتين، أصليهم في 8 ركعات، أصلي أول الليل منهم مثلا أقرأ تبارك في ركعتين، وإذا قمت من الليل أقرأ جزء عامة في 4 ركعات 2 أو أقرأهم في 5 ركعات أقسمهم، أو أقرأهم في ركعتين كلهم، أنا حر، لكني ما أفقد هذا الأجر العظيم. طيب ما أقدر، على الأقل مرة في الأسبوع. هي تأخذ مع النشيط اللي يعني سريع القراءة تأخذ 40 دقيقة، مع المعتدل تأخذ 50 دقيقة، مع البطيء زيي تأخذ ساعة. كم تأخذ منك عامة يا شيخنا؟ كل ساعة. فيا أستاذ أحمد، ما الذي يضير المسلم الآن في هذا الوقت الكبير إذا جاء من العشاء صلى له ركعتين الراتبة، ثم صلى 4، ثم صلى 2 قرأ فيهم جزء تبارك، وراح لأهله وسالف وياهم وقعد وياهم؟ هذا كل الركعات اللي قلتها تبي تاخذ نص ساعة، وراح وقبل ما ينام قرأ نص عامة، وقبل الفجر ب20 دقيقة كمل عامة في 3 ركعات أو في 5 ركعات، وأوتر. شو بيضره يا أستاذ أحمد؟ ولا شيء. هذه سنتكلم عنها الجلسة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلوا وسلموا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله يعيني وإياكم على طاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.